دي هتبقى المحاولة رقم كتير إن أنا بحاول أحسن خطي، بس الحمد لله. تعالوا نشوف خطي وصل لفين. فخطي مش عارف بصراحة، بس إيه يعني، يجي مني ولا ما يجيش ولا إيه، ما مش عارف بقى، هنشوف. لو يجي مني قول لي يجي مني، لو ما يجيش مني يعني ما تكسرش بخاطري بقى. جبر الخواطر على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة بإذن الله هيكون جميل جدا ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نتكلم في اي حاجة، هنعمل ايه؟ ايوه صح، هنقرأ الورد بتاعنا من القرآن الكريم، وممكن نقرأ في الكتاب اللي معايا ده شوية وكوباية شاي كده، ونخش على الفيديو على طول بإذن الله. فخليكم معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بقول لك، انت عارف 5 دقايق بس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك بيهم الجنة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة مش هتاخد منك 5 دقايق. ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنوبك ولو كانت الذنوب دي مثل زبد البحر. عارف زبد البحر؟ الرغاوي كده اللي بتشوفها كده على الشط كده في البحر، ده اسمه زبد البحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أنه سبحان الله وبحمده 100 مرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك حتى لو كانت ذنوبك زي زبد البحر. فما تبخلش على نفسك وخليك من الأذكياء واغتنم الفرصة. سبحان الله وبحمده 100 مرة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تخيل معايا كده إنك مسافر بلد مش بلدك، عارف إنك قاعد فيها فترة وهتمشي. هل هتتعلق بيها؟ هل هتتصرف كأنها وطنك الأصلي؟ ولا هتعيش وانت مستني الرجوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لك الفكرة كلها في حديث جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تعال نفهمها بمثال بسيط من واقعنا. كن في الدنيا كأنك غريب، خليني أضرب لك مثل اللي ضربه الشيخ أمجد سمير ربنا يحفظه. لو انت رحت تشتغل في دولة من دول الخليج، السعودية مثلا، انت داخل دماغك انك رايح تشتغل سنة 2 10 او حتى 20، بس في الاخر انت حاسس باحساس الغربة، حاسس انك عاوز ترجع بلدك الاصلي موطنك. علشان كده بتتعامل على الاساس ده، تحوش فلوس وتبعت على مصر، تقعد في غرفة مشتركة، وتبني في مصر بيت كبير او فيلا تجيب اقل عفش، بينما في فيلتك بتجيب أحسن عفش وأنظف حاجة. توفر في الأكل والشرب وفي اللبس علشان تحوش وتعمل فلوس وتعيش في مصر عيشة كويسة. أهو الدين بقى بيطلب منك تعيش في الدنيا بنفس المنطق ده، مش في كل حاجة، لكن في الحاجات عديمة الفايدة تعيش فيها غريب وما تتعلقش بيها، وما تدهاش من قلبك أكتر
من اللي تستاهله، ومش غريب وبس، ده عابر سبيل كمان. وقبل ما نعرف يعني ايه عابر سبيل، انا مش بقول لك كل اكل وحش، ولا كل اكل ناشف، ولا كل اكل ما ينفعش تاكله، ولا تلبس لبس وحش، ولا تعيش حياة صعبة ومتقشفة. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب أنا ليه قلت الحديث ده؟ علشان إحنا بقينا بنحب الدنيا جدا، ومسكنا في الحاجات التافهة عديمة الفايدة، زي السوشيال ميديا ومقارنة حياتنا بيننا وبين الناس، ونسينا إن الأصل في الدنيا إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا نسينا الأصل وبنستعمل حاجات كتير غلط، فبالتالي بتأثر على حياتنا تأثير سلبي. ليه؟ علشان بدل ما نفتح كورس نتعلم حاجة مفيدة، بقينا نفتح نشوف ده اشترى عربية، وده اشترى تليفون، وده سافر، وقيس على كده كتير، وفي الآخر بنقول: أنا ليه جالي اكتئاب؟ أنا ليه نفسيتي وحشة؟ أنا ليه ساخط على حياتي ومش راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولي؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى نبهنا وقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نقطة مهمة لازم نفهمها كويس: إحنا مش مطالبين نسيب الدنيا، ولا نكره النعمة، ولا نعيش محرومين. إحنا مطالبين نحط كل حاجة في حجمها الطبيعي. الدنيا في الإيد مش في القلب، نستعملها وسيلة مش نخليها غاية. نكمل باقي الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شفت التشبيه؟ الغريب والسفر وكده. طيب عابر سبيل بقى يعني إيه؟ يعني أنت مسافر دولة من دول الخليج مثلا، ونزلت ترانزيت في السعودية ساعتين 3. قول لي بقى، هتتعامل ازاي؟ اكيد مش هتتعلق، اكيد مش هتشتري، اكيد مش هتغرق نفسك في تفاصيل. فنصيحة مني: خليك في الدنيا غريب او عابر سبيل مع الحاجة عديمة الفايدة، وافتكر دايما ان انت في الدنيا ليه. اسمع كده الآيات دي وخليك معايا. الأصل العبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى حثنا على التعلم، فقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى برضه أمرنا إن احنا نبعد عن الحاجة اللي ملهاش قيمة، فقال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخليك من الناس الكويسة اللي مش بتخسر حياتها، وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى، واعمل الحاجة الصح اللي تنفعك في آخرتك وفي دنيتك. أنا عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.